ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة كده، اقتصادية، وحاجة في كل بيت، مكوناتها كلها موجودة في كل بيت. بصوا بقى، شايفين الجمال؟ طبقات، وكل طبقة احلى من الطبقة اللي قبلها. دوت عبارة عن نص كيلو لبن، عليه 3 معالق كاكاو، بس كاكاو يكون طعمه حلو زي الشوكولاتة، وعليه 3 معالق سكر و3 معالق نشا. وده كمان نص كيلو لبن وعليه 3 معالق نشا و3 معالق سكر. دوبناهم لحد ما تقلوا على النار كده، وجبنا بسكوت سادة وطحناه كده في المطحنة، وحطينا بقى في البولات اللي احنا ايه هنغرف فيها دي. بصوا، هو كان المفروض ان انا الابيض دوت او الطبقة الاولانية اسيبها تجمد شوية في الفريزر، بس بصراحة ما عملتش كده، فايه الالوان لخبطت يعني على بعض شوية. اهو زي ما انتم شايفين، حطيت البسكوت وبعد كده حطيت الطبقة الاولانية، جيت احط التانية، بصوا 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 سقطت تحت. فانا هحط الطبقة الاولانية وبعد كده احطها في الفريزر شوية و... وكده يعني. عايزه اقول لكم ان كان طعمها حكايه، وهي ساقعه وبترطب كده على القلب. احنا بقى في الصيف محتاجين الحاجات دي، محتاجين من الحاجات دي كتير. اهو بصوا، تعملوا بقى الاشكال اللي انتوا حابينها. تحطوا كده ايه مغرفتين، مغرفه بني ومغرفه بيضه. شفتوا الجمال؟ والبسكوت بقى متكسر تحت، والشكل، واللعبي في الاشكال دي بقى ايه لعبتك. اهو بعد ما جمدت شويه حطيت الطبقه التانية كده اللي هي الشوكولاته، شكلها جامد اصلا لوحده. او مهلبيه الشوكولاته، وكان طعمها هي حكايه هي لان اما كان لو شويه سكر الكاكاو من مكسرات النوع كده. الحلو. تقريبا كان كاكاو دريم، فكان طعمها حلو قوي. سبت بقى الطبقه الاولانيه شويه تبرد في الفريزر، وبعد كده حطيت الطبقه التالتة او التانية. طبعا لو حسبت البسكوت يبقى الطبقه التالتة اهو. وخدي بالك ان انتي ما تزوديش السكر، لان البسكوت بيبقى فيه سكر. فايه، لو وصلتوا لحد هنا حطوا لايك بقى، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. بصوا جماله، جمال الطبقات، ولا الاكل. اهو بصوا بقى، حطينا بقى ايه حته بسكوته فوق كده، يعني شويه روشنه بقى. عايزه تحطي مكسرات، عايزه تحطي اي حاجه. يا ريت تجربوا وصفه النهارده، وبتمنى لكم الخير، وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه العيد الكبير بقى، كل سنه وانتم طيبين.